رئيس نادي الزمالك بيثبت ان هو ماسك زمام الامور حتى وهو مش موجود. حتى وهو مش موجود الراجل ثابت مكانه. الراجل مخلي الكل قاعد في جحره وساكت مش عايز يتكلم. سيبكوا بقى من شوية الهوهوة اللي حصلت والنونوة دي في الأول خالص، وده بيجري وده بيعمل، واللي قاعد ساكت دلوقتي وبيشوف الموقف كده من بعيد. فايه اهو قاعد لقى الدنيا شطحت وطلعت وهو جه اهو نسمي ساكت وحبيبي وصاحبي وكفاءة. لا مش جاي تاني هيبتدي يطلع ويتكلم ويبقى ليه صوت ويبقى ليه اسم ووضع والكلام اللي انتوا عارفينه ده. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا على كل محبينا ومتابعينا على قناتكم، قناة حائط صد أهلاوي، اللي صوتها صوت كل أهلاوي. عاملين إيه؟ أحسن ناس، أحسن متابعين في الكون، أحسن ناس محترمين أهلاوية وغير الأهلاوية، كلكم على دماغي من فوق. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، ونسمي الله يا صاحبي ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولو أول مرة تشوفني يا صاحبي أستأذنك لو عجبتك الحلقة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشارك الحلقة في كل مكان، وتشرفني بتعليقك في القناة. بيان نادي الزمالك يؤكد انه على قلب رجل واحد خلف رئيس ناديه المنتخب من قبل الجمعية العمومية مرتضى منصور، يطالب اعضاء الجمعية العمومية وجماهيره العظيمة ان يقفوا يد واحدة في تلك الظروف الصعبة. مجلس الإدارة ورئيسه الغائب الحاضر يؤكد دائما على ان نادي الزمالك جزء اصيل من كيان هذا الوطن، وهو احد اكبر القلاع الرياضية الجماهيرية التي تقف خلف قيادتها السياسية وتحترم دولة القانون ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. بيتحدوا القانون واللوائح، عايزين يبلطجوا على القانون واللوائح بصيغة كده ايه، السم في العسل. احلى حاجة انك تتحدى اللوائح، احلى حاجة. خايفين منه لما يخرج من الحبس، خايفين منه. ما هو الراجل ده مش قاعد كده. اوعى تفتكر ان الراجل ده في السجن قاعد اعتباطا، لا يا باشا انا مدورها. ويقول لك الكبيره، مش عايزين يقولوا لنا الكبيره ان هو مدورها وهو قاعد في السجن. مدورها وهو قاعد في السجن يا باشا. ونادي الزمالك تحت قياده مرتضى منصور الغايب الحاضر. الغايب الحاضر. اللي يعجبه الكلام ده يعجبه، واللي ما يعجبوش برضه ده براحته، مش مهم. انا بقول اللي انا شايفه، صح غلط ده انا اللي بقوله. انا شايف كده، انا اللي شايف اللي بيحصل ده كده. البيان معناه كده تكاتفوا بقى، مش تكاتفوا على راجل واحد عشان النادي، عشان الكيان والرمز، لا، عشان رئيسكم الغايب الحاضر ان شاء الله يرجع تاني. زي ما امير طلع قال، احمد طلع قال بابا في اجازه ورجع تاني. بابا في اجازه ورجع تاني. والجمعيه العموميه، شابوه للجمعيه العموميه اللي تستاهل اكتر من كده، او تستاهل اللي بيحصل لها. بس ما حدش بقى اسمع واحد تاني يجي يقول ان الاهلي هو فرحان ان مرتضى منصور وناس من الاهلاويه اعضاء في نادي الزمالك هم اللي بينتخبوا مرتضى منصور عشان يوقعوا الزمالك. بس خليكم فاكرين الكلام اللي بتقولوه دلوقتي. الكلام اللي بتقولوه دلوقتي ده ما اسمعش بعد كده اي حاجات تحصل لنادي الزمالك تطلعوا تتهموا فيها ايه ناس من النادي الاهلي اللي هم بينتخبوا، اللي هم واخدين عضويه في الزمالك ولهم حق التصويت في الانتخابات. ما اسمعش بقى حد فيهم يقولوا ده هم اللي بيهدوا في النادي. ما اسمعش بقى اي حد يطلع يقول اهلاويه بيهدوا في النادي. يبقى كده يا باشا، شيل ده من ده، يرتاح ده عن ده، وخليهم يا ريت بقى مرتضى بعد ما يطلع من اللي هو فيه يرجع لهم تاني. لا ده انا بقى يا باشا اللي عايزك ترجع تاني رئيس نادي الزمالك. انا اهلاوي اهو، اهلاوي. انا بقى بطالبك انك ترجع تاني رئيس نادي الزمالك. شفت بقى جهرا اهو علنا على الملأ. انا اهلاوي، لان دول ما لهمش ان هم يمشوا كده.
ايوه ليهم لازم واحد يشكمهم، فاللي يشكمهم مين؟ مرتضى بيه منصور. ماشي، هو اللي كان يعرف يدورها. ما اقول لك القط ما يحبش اللي خناقه. القط ما بيحبش اللي خناقه. بقالهم كتير ما اتشتموش، بقالهم كتير ما اتهزقوش، بقالهم كتير ما حدش قال لهم انتوا بتعملوا ايه وما بتعملوش ايه، وما حدش كتير قال لهم وحياة امكم ولا الكلام اللي هو بيتقال لهم ده. وهزازين الرؤوس برضو زي ما قلت لحضرتك قبل كده آه، مش موجودين. فلازم يبقى في دور، ولازم يبقى في تهدئة. طيب فاركو بيهزم المقاولين 2-1، وفاركو عمل واجب مع الزمالك. فاركو عمل واجب مع الزمالك، يعني الزمالك المقاولين لو كان كسب الزمالك كان يبقى في المركز السادس. الزمالك كان يبقى في المركز السادس. كسب 2-1. طيب نخش بقى على فرير مباراة، عشان اقول لك امبارح ان احنا اللي بنهدي او بندي امال او بنطمع المنافسين فينا محدش بيسمع. بتدخل كل اللي وراك في الجيم، محدش بيسمع. ماشي. بيراميدز فيريرا. بيراميدز مباراة ستكون مفتاح العودة للمنافسة على الدوري او على قمة الدوري. على قمة الدوري هو ان شاء الله مش هيحصل، بس اديتهم امل ان هم يطلعوا يتكلموا، اديت لهم عين ان هم يطلعوا يتكلموا. ماشي. انا بقول لك بقى انا بقول لك بقى حتى لو اهو تصريح في الهوا، بس اديت لهم عين ان هم يطلعوا يتكلموا ويبقى لهم صوت ويخشوا في الموضوع تاني. وبيراميدز تخش وفيوتشر والزمالك يبقى ليه صوت ويطلع ويخش. كل دول مين اللي بيعمل كده؟ الاهلي. بتقولوا مين يا ولاد؟ الاهلي. الاهلي. كولر بيقول انها اسوأ مباراة للاهلي تحت قيادته، وبرضه هي اسوأ مباراة لك كمدرب. ده تصريح الكابتن محمد شبانة. بص يا كابتن شبانة، مهما حصل او مهما اخطاء احنا مش بنطبل لحد، بس احنا دلوقتي مع الفرقة عشان الفرقة داخلة في بطولة افريقيا، فلازم نبقى معاها قلبا وقالبا، والحساب هيبقى بعدين. الحساب هيبقى بعدين. ماشي. ما هو كولر برضه مش هينزل يلعب. بنقول عنده اخطاء في التشكيلات وفي التغييرات، بنقول يبقى واحده واحده على الراجل. واحده واحده على الراجل عشان الاعلام بتاعنا يا جدعان. انا مش بتكلم على كابتن شبانه، فيها لسه في تصريح جاي لمهيب، هنرد عليه، بس هنرد عليه رد ناشف. كولر مسؤول عن تعادل الداخليه والاستهتار، وحديث كولر لا يليق بالاهلي. فين ايمن اشرف وحديث التدوير بقى ماسخ؟ والله اتفق معاك، اتفق معاك لانك بتقول الكلام الصح. ما اقدرش اطلع اقول لك لا، ما اقدرش اطلع اقول لك اي حاجه. الدوري لم ينتهي بعد. ده فيريرا بيقول للاعبي الزمالك الدوري لم ينتهي بعد. شفت؟ رجعت روح حتى لو بالكلام، هو بيديهم روح على حسابك برضه. عشان الاهلي اتعادل مع الداخليه، فيريرا بقى يطلع يتكلم وطلع له حس، بقى يقول ما هو اي حاجه عايز يمسك اي حاجه. فلاقي مين؟ الاهلي عمل ايه؟ الاهلي تعادل مع الداخليه. مع احترامي للداخليه، ال 17 نقطه من 20 مباراه ولا 19 مباراه، جاب 17 نقطه، واخد منك انت نقطه. لما بدل ما تكسب وتضغط على المنافسين بمكسبك وتفقد وتخليهم يفقدوا الامل، لا. كابتن رمضان السيد، وضع الاهلي كارثي، بقى 3 سنين بنكرر نفس الاخطاء، وايه اللي عمله ربيعه ده؟ قلنا قلنا ربيعه اللي كان حاطط لي رجل على رجل وعايز يجدد. لا بقى نقف. المشكله ان ربيعه يغيب ويغفلك. تغفلته بتبقى مصيبه. تغفيل رامي ربيعه بتبقى مصيبه. وهبوط نادي الزمالك للدرجة الثانية في دوري السيدات بعد انسحابه من المسابقة بجانب إلغاء مبارياته في الدور الثاني من الموسم الحالي. يلا يلا. 100 100 مش هنقول حاجة. هم كفاية اللي هم فيه.
بص بقى، الاستاذ سليمان وهدان اللي هو الرئيس او اللي هو بيقوم باعمال رئيس نادي الزمالك، عقبال ما يجي مرتضى منصور، مش عقبال ما يجيبوا رئيس الزمالك، لا رئيس الزمالك موجود بس في السجن وجاي. هناك مجموعه من اصدقائنا قامت بزياره مرتضى منصور، واطمئن الجمهور هو الان بصحه جيده. يا اخي انت طمنتني والله، ده انا كنت قلقان. سيبني ايه يا عم اللي انت جاي تقول عليه؟ امير مرتضى، ده استاذ سليمان ودان بيقول ان امير مرتضى منصور يتعرض لضغط كبير في الوقت الحالي، لذا يجب ان نلتمس له العذر. التمسوا له العذر يا باشا، اذا كنت انتوا التمستوا لابوه اللي بيطلع يشتم وبيغلط في الناس، التمستوا له العذر. التمستوا له العذر، مش هتلتمسوا لامير. عادي، التمس براحتك، التمس براحتك. البعض بيحصر الازمه في من سيقوم باعمال رئيس المجلس، ولكن المشكله اكبر من كده بكتير، ونحتاج للمساعدة. نرى الأندية الأخرى لديها العديد من الرعاة والمتبرعين. آه يعني الأهلي ليه الرعاة بتوعه يا باشا، الأهلي ليه الرعاة بتوعه، والرعاة هي اللي بتيجي على الأهلي وتتحايل عليه عشان يرضى بس إن اللوجو بتاعهم يتحط على تيشيرت الأهلي. ده أكبر إنجاز ليهم. يا عم لما تتأسس لك شركة أول وتساندك وتشتري ويبقى ليك منظر، يبقى اتكلم. قولا واحدا سيعود هي كلمة، على فكرة كلمة مرتضى منصور قولا واحد، قولا واحدا. وانا ايه بيتكلم بقى. قولا واحدا سيعود، لا قولا واحدا دي كلمة سيف زاهر. قولا واحدا سيعود مرتضى منصور الى مقعد رئيس نادي الزمالك بعد شهر من الان، وذلك بعد انتهاء العقوبة المقيدة للحرية. جبتش حاجة من عندي، جبتش حاجة من عندي. حتى لو يا اخي القانون بيقول كده، ما تقولش انت كده. يعني القانون، نحترم القانون. انتوا كده بتحترموا القانون. احلامكم هتبقى حقيقه، بس ده مش حلم يا جدعان. راجل عنده ثقه وبيتكلم، عارفين دول، عارفين هم بيعملوا ايه، مش قاعدين كده. مهما تطلع بقى تقول وتتكلم فيهم، فوقيهم وتحتيهم، بس ما احنا برضو هنجيبه رئيس عشان هو كده. لعيبه الاهلي عندها زهق وقرف من الكوره. ده مين بقى؟ الكابتن مجدي عبد الغني. لا والله، لا يا كابتن مجدي، ما عندهمش زهق ولا قرف. ما هم يعني هم عملوا ايه؟ عملوا ايه عشان يزهقوا؟ هم لسه عملوا حاجه؟ هم لسه خدوا بطوله؟ ما تهدى بقى يا عم مجدي. مش يعني لسه احنا لسه بنقول يا هادي في الدوري والكاس. لسه عندنا كاس، ولسه في الدوري، ولسه عندنا بطوله افريقيا. احنا لسه خدنا بطولات ولا عملنا حاجه عشان نزهق من الكوره؟ لا اله الا الله. شوبير الدفاع شوربه ومفيش حد في حالته. اه كل ده، كل ده عشان الاهلي تعادل امبارح. تخيلوا الحرقه اللي فيها الناس دي كلها عشان الاهلي تعادل امبارح. سليمان وهدان، عندنا مشكله في الحسابات المحجوز عليها. مع وجود التزامات قادمه يجب ان احجز فندق ووسائل اعاشه خاصه بالفريق قبل مواجهه بيراميدز، وكذلك مرتبات الموظفين والعاملين قبل نهايه فبراير. قبل نهايه فبراير. طب التصريح ده بقى له قد ايه؟ يعني قبل نهايه فبراير؟ طب ده النهارده 1 في الشهر. فين؟ مش هيدفعوا المرتبات؟ هل مش هيدفعوا المرتبات عشان مرتضى منصور محبوس وبيدوس عليهم؟ ولا مرتضى هيدفع لهم من تحت لتحت؟ وبقول لك فلوس امام عاشور لسه ما جاتش عشان ما عندناش حساب نحط فيه الفلوس. ما عندناش حساب نحط فيه الفلوس، ومش عايزين نخالف القانون ونمشي صح. طول عمري لم أخطئ في حق أي لاعب من الأهلي أو غيره، وهناك شخص يحاول تشويه صورتي وتدمير لاعبين سابقين. أيضا هناك أكثر من 20 صفحة نشروا تصريح مفبرك لي اللي بهاجم فيه علي معلول الإدارة، وهذا لم يحدث. ماشي يا عمدة، هم لازم يضربوا أبناء الأهلي ببعض.
جماعه عماد متعب على قد ما في حاجات اوقات الفتره ديت الواحد بيزعل منه عشان موضوع اتحاد الكوره والموضوع في اللجنه اللي بتاعت الانديه ديت، مش اتحاد الكوره، لا لجنه الانديه. ف اهدى يا عم عماد كده، احنا بنحبك، الاهلاويه بتحبك. علي معلوم من افضل المحترفين في مصر، ومن افضل الاظهره اللي شفتهم، ولم اهاجمه او اهاجم الاداره. فوجئت بصفحات الاهلي تنسب لي تصريحات لم ادلي بها، واعلم من وراء ذلك، ستكون هناك جلسه بيني وبين الكابتن الخطيب لحسم تلك الامور. كويس كويس كويس. بس يا كابتن عماد، حاول يعني تخف شويه على الاهلي، حاول تخف شويه على الاهلي. انا عارف ان انت بتحب الاهلي على فكره، بس خف شويه عشان شايف الاجواء والدنيا مش ناقصه خالص. نفس اللائحه يبقى ليها تفسير واحد، ووزاره الرياضه تحسم الامور. ما عندناش حزم احنا للائحه يا عم محمود، ما عندناش لائحه ولا عندنا اي حاجه، هي ماشيه بالبركه. واحنا لو عندنا لائحه كان رئيس نادي الزمالك يرجع تاني نادي الزمالك، هتقولوا لي هيرجع ازاي وما يرجعش؟ لا يرجع وهتشوف. لا ده الاهلي ولا دي لعيبه الاهلي، ده تصريح ابراهيم سعيد. صح يا جماعة. عندك حق والله. نزول شادي وشريف كأجنحة مش بيفيدوا الفريق، بالعكس كان الاهلي بيلعب ناقص. وقفشه كمان والله، قفشه بقاله فتره كده مش مظبوط، مش عارف بيجوا من كاس العالم من الانديه تحولوا. بصوا بقى على الحركه على الحته اللي بقول لكم عليها بتاعت الاعلام. موسيماني يفصل ثلاثه من كولر، يفصل ثلاثه من كولر، بيدخل بيفصل ثلاثه من كولر، بيدخل كولر بيدخل الماتش عارف هو عايز ايه. كله ماسك في المدرب دلوقتي. خلي بالكوا يا اهلاويه، ما تخلوش الاعلام ما تخلوش الاعلام يوقع بينكم وبين المدرب. ما تخلوش الاعلام يعمل اللي عمله في موسيماني. ما تخلوش الاعلام يبقى فيه شحنه وضغط على كولر عشان يسيب الاهلي، او عشان زي ما حصل مع موسيماني وما كملش مع الاهلي بسبب الضغط والاعلام برضو والكلام ده كله. الاهلي هتبقى عليه، وانا قلت الايام اللي جايه في حرب شرسه على النادي الاهلي، على النادي الاهلي، على مجلس ادارته، على اللعيبه، على المدرب، على كل حاجه. الكابتن سيد عبد الحفيظ دوره، يا كابتن سيد دورك انك تقعد مع اللعيبه، دورك انك تعرف في ايه العقوبات، زي ما بياخدوا في المكافآت وبيجيدوا بيكسبوا. المقصر يتحاسب، المقصر يتحاسب. ما تزعلش حد، ما تزعلش حد. مادام وقت اما بتكون شايفك انا كمجلس اداره، شايفك ان انت بتجتهد وبتفرح جمهورك وبتكسب وبتموت نفسك في الملعب وبتمثل شخصيه الاهلي، يبقى على دماغي من فوق، وقف وهدعمك برضه، مش هقول لك لا. ماشي، يعني وقت الانكسار او وقت ما تحصل لا قدر الله نتائج زي اللي حصلت امبارح دي، هندعمكم، بس يبقى في وقت، في حدود. مش هينفع، مش هينفع، لان انت كده خليت واحد زي فريرة يطلع يتكلم، خليت واحد زي محمود فتح الله يطلع يتكلم. قال اللي يشوف تصريحات محمود فتح الله يقول ان هو هيكسب الزمالك. احنا هنغني على بعض، هنغني على بعض، هنغني على بعض. وانت هتكسب الزمالك يا محمود فتح الله؟ طب يا ريت تكسب الزمالك، ورينا هتكسب الزمالك لما تقابلها ازاي. كل ده فيك، تصريحات من هنا عشان يضغطك، تصريحات من فيريرا عشان يضغطك، وكله في صالح ان يشتتوا الاهلي او لعيبه الاهلي او كولر، وتضغط نفسك في الماتشات. مش عايزين نوصل للنقطه دي،
مش عايزين نوصل ان احنا نضغط، مش عايزين نوصل ان حد يبقى دماغه ان هو يضغطك حتى نفسيا بالتصريحات. ما التصريحات دي بتأثر سلبيا، بتأثر سلبيا. لكن احنا هدفنا ان احنا ننزل نكسب. ازاي بقى؟ لا، لازم تبقى اللعيبه عندها حلول فرديه. طب ما شاء الله اهو امبارح كهربا حلول فرديه، الشوطه اللي شاطها واللفه اللي لفها دي حلول فرديه. لازم يبقى في حلول فرديه. احنا بقاش نشوط، ما بقاش ديانج ما بقاش يشوط زي الاول ليه؟ ديانج ما بقاش يشوط زي الاول ليه؟ ديانج ماله؟ ديانج متغير، بقى له كام ماتش كده مش في الفورمه ليه؟ مجدي قفشه مالك؟ ايه اللي جرالك؟ محمد هاني انتوا يا ابني اتحولتوا لما جيتوا من الكاس العالم للانديه؟ اتحولتوا. لازم بقى انت بتمثل تيشيرت الاهلي، يعني شخصيه الاهلي، مش بتلعب لاي نادي. لعيبه تموت نفسها. ده كهربا ما ادوله جايزه احسن لاعب امبارح في الماتش، ما رضيش يستلم الجايزه وخرج ودخل على غرفه خلع الملابس. هيحتفل ازاي؟ هيستلم جايزه احسن لاعب في المباراه ازاي؟ هو شايف ان ما كانش فيه مستوى. هو اللاعب بقى بيغير على التيشيرت وبيغير على النادي، بيغير على فرقته. وهو ده اللاعب الصح اللي الجماهير عايزاه، اللي الجماهير تقف معاه وتدعمه. عارف ان هو قصر في حق ناديه، وقصر في حق جماهيره، وقصرت في حق نفسك. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي، واحنا مع النادي الاهلي قلبا وقالبا ومع الاداره. بنطبل، اللي عايز يقول بنطبل للاداره وبنطبل للكابتن محمود الخطيب وبنطبل لاي حد، بنطبل لاي حد اهلاوي. خلاص يعني، عشان بس محدش يتكلم كتير في الموضوع ده. لو عجبتك الحلقه يا صاحبي استاذنك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشرح الحلقه في كل مكان. واشوفكم على فيديو جديد على قناتكم قناه حائط صد اهلاوي اللي صوتها صوت كل اهلاوي. واشوفكم على خير. ما تنساش يا صاحبي تشترك في القناه، لايكك كلمتي. السلام عليكم ورحمه الله.